بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على نبذة مختصرة على أنيميا الفول. أنيميا الفول هو عبارة عن إنزيم بيحمي كرات الدم الحمراء من عوامل الأكسدة. إيه عوامل الأكسدة دي؟ بعض الأدوية تبقى مؤكسدة، بعض الفيتامينات مؤكسدة، مضادات حيوية، بعض الفيتامينات مؤكسدة، بعض الأكلات مؤكسدة زي الفول السوداني والفول الحراتي والكلام ده، بقوليات بصفة عامة. بعض الظروف اللي بتتعرض ليها اللي هي ستريس أو زي العدوى، أي ميكروب فيروسي أو بكتيري معرض للموضوع ده، أي زعل نفسي برضو يعرضه للموضوع ده. طيب أما ده بيبقى مش موجود، هيفضل طول عمره مش موجود؟ لا، في بعض الناس طبعا ده برضو عيب خلقي محمل على الكروموسوم اكس، نفس كلام الهيموفيليا بيبقى اكتر في الولاد. طيب بنعرفه امتى؟ ممكن نلاقي فيه نسبة صفرة من اول يوم، وبتبان جدا نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء الجامد. ممكن تلاقي فيه طفل كالفول او كده فجأة بقى شاحب جدا وضربات قلبه سريعة جدا، وبقى يعني متعصب ومتهيج وتعبان قوي وعياء شديد. طيب نعرفه منين؟ بتقيس ال LDH او البيكتيد ديهيدروجينيز انزيم، بتقيسه بتلاقيه الحقيقة عالي. بتقيس عدد كرات الدم الحمراء الغير ناضجة اللي هي الريتيكولوسايت دي صورة الدم. بتلاقي طبعا الصفرة عالية جدا اللي هي اندايركت، الصفرة عالية جدا في الدم. دي الحاجات اللي بتبان. هل هنقيس نسبة الهرمون او الانزيم في الدم عشان نعرف؟ لا، مش في الوقت اللي هو تعبان فيه، بعديها بشهرين نبدأ نقيس النسبة. ليه بقى؟ لان النخاع العظم طبيعي جدا ان هو بيحاول انه يعوض، فبينتج خلايا دم حمراء كتير قوي اللي هي غير ناضجه دي ويرمي في الدم، بيبقى فيها اصلا جلوكوز 6 فوسفات او الانزيم اللي ناقص ده، وبالتالي ما بتلاقيش النسبه في وقت النزيف او الوقت اللي فيه مشكله تلاقيها سليمه، وهي مش سليمه ولا حاجه. طيب بيفضل بقى الطفل ده لغايه البلوغ ممنوع من ادويه معينه، بعض المضادات الحيويه زي السيبوفلوكساسين والليفوفلوكساسين والكلورامفينكول والسلفا، وبعض الفيتامينات زي الفيتامين سي وفيتامين كاف، وبعض الأدوية زي الإسبرين، كل ده ممنوع عنه خالص. وزي أدوية زي علاج الملاريا برضو ممنوع تماما. هل زي ما قلنا بيفضل طول عمره كده؟ لا، زي ما قلت لكم انه ممكن بعد البلوغ نقيس الانزيم يكون بقى كويس، وفي حالات بتفضل كده طول عمرها. اتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم على انيميا الفول، العلاج بتاعها. طبعا لو في فقد جامد وتكسير جامد في كرات الدم الحمراء، احيانا كتير بيبقى محتاج ينقل دم او دم كامل او بلازما على حسب درجة النزيف. طبعا برضو من اهم الحاجات ان احنا نمنع المواد المؤكسدة، سواء العدوى نعالجها، الادوية نمنعها، الفول نمنعه، ما يتعرضش لاي عوامل مؤكسدة تانية عشان ما تزودش الموضوع سوءا. ومع تعويض كرات الدم الحمراء لو شديد بيبقى لازم عن طريق نقل الدم فوري. لو بسيط مع الوقت ومع عدم التعرض لعوامل الأكسدة بنقدر ان الكبد قصدي اللي بيقدر نخاع العظم انه يعوض وينتج خلايا دم كبيرة بصفة كبيرة قوي. اتمنى يا جميع صحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.